اليوم أكلتنا كتير مميزة، حنشوي الفروج بالفرن حيطلع كأنه شاوينه على المنقل بدوب ذوبان وكتير طيب. أنا منزلة التتبيلة من قبل بس هالمرة حشارككن طريقتها على السريع مع طريقة تحضير الدجاجة كمان. أول خطوة حتكون حأطحن هي المطيبات مع بعض حتى يصيروا مثل البودرة، ورق غار، كليل الجبل وحبهال وكمان قرنفل. رح أطحنهم كتير منيح وبعدين حأستخدم منهم ملعقة طعام. هلأ في عندي كوب من اللبن وملعقة طعام من هي اللي طحنتن، توم باودر وزنجبيل، كركم وفلفل أسود وكمان شوي من السبع بهارات، ملعقة طعام من الدبس البندورة وملعقة طعام من دبس الفليفلة وملعقة طعام من الصويا صوص وملعقة طعام من الخل ونصف كوب من زيت الزيتون والملح حسب الرغبة. أكيد بتضيفوا الملح على ذوقكم. رح خلطهم مع بعض كتير منيح وهيك بتصير عندي تتبيلة جاهزة. طبعا حتلاقوا كل شي مكتوب ومشروح فوق الفيديو، شوفوا الوصف. بعدين هون عندي الدجاجة أنا مغسلتها كتير منيح، حجرحها من كل الجهات وحأفتحها هيك بهذه الطريقة. بعدين حتبلها واتركها منقوعة بهي التتبيلة ليلة كاملة أو أقل شي 4 ساعات. وطبعا كل ما تركتوها منقوعة بهي التتبيلة أكتر كل ما حتاخدوا طعم أطيب وحتستوي معكم بالفرن أسرع. هلا هون غطيتها وحطيتها بالبراد ليلة كاملة. تاني يوم شلتها بصينية الفرن، حطيت بندورة وبصل، بحب اشوي معها خضار بساوي سلطة مشويات معها، وضفت مع الخضار كاسة صغيرة من المي وحطيت هيك الدجاجة على الشبك ودخلتها شويتها بفرن حامي مسبقا على درجة حرارة 200 بالرف الوسط. وطبعا لازم الشبك تبع الدجاجة يكون مباشرة فوق الصينية يلي فيها الخضار. هلا هون طبعا بعد مرور 40 دقيقة أنا عملت لها تقليبة بالفرن مشان هيك تتحمر من كل الجهات وتستوي أسرع. وبروح لبين ما تستوي بحضر سلطة البيواز، بصل شرايح وبقدونس وملح، وكمان لازم يكون معها سماق بس ما كان عندي. فرشتهم فوق الخبزية اللي أنا دهنتها بالدبس الفليفلة. وهون صارت عندي الدجاجة جاهزة. شوفوا ما أحلاها، عن جد كانت كتير طيبة وكأنكم شاوينا على المنقل. وطبعا لازم ناكلها مع مع المسبحة ومع الثوم وبس هيك قدموها مثل ما بتحبوا. طريقة كتير طيبة، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم، وألف صحة وهنا على قلبكم إذا جربتوها.